مسؤول البرامج القطاعيه بمؤسسه فيسبوك. هذا الملتقى ابتكار الجنوب هو يدخل في مؤسسه فيسبوك التابعه للمجمع الشامل الفيسبوك من اجل المساهمه في تنميه الزراعه الصحراويه. وفي هذا الاطار تم اطلاق 3 ديال التكوينات فيهم تكوين اللي غيحصلوا فيه الشباب ديال المنطقه على دبلومات في واحد التخصص اول مره تتقام على صعيد المملكه اللي هو في تقطيع اللحوم. وهذا التخصص غيسمح لهم في الاخر ديال التكوين في اواخر شهر 7 ان شاء الله تعالى من هذه السنه باش يمكن لهم يمشوا الشغل بطريقه خاصه انهم كيخصص حقيقي في هذا المجال. وفي هذه المناسبه تم اطلاق هذا لا بلاتفورم اللي كتشوفوا هنايا في المركز ديال التاهيل الفلاحي اللي غتسمح بلا ميزون براتيك الموازاه مع التكوين النظري لهذا الشباب تكوين تطبيقي. وفي نفس الوقت نحتفيو بالخريجين ديال بعض الدورات التكوينيه اللي استفدوا منها اولا 10 ديال التعاونيات في اطار كيفيه تنظيم انتاج غذائي، وكذلك بعض ديال المؤسسات اللي كتعنى بالسلامه الغذائيه اللي يستفدوا من تكوين خاص في اطار لا ديمارش HACCP. الاستاذ بالنسبه للتكوين واش هذا غيستمر ولا غيتوقف؟ هو حقيقه هذا التكوين هذا اللي قمنا به هذه السنه هو يسمى بانفورماسيون بيلوت. كنا يتم في لافان ديال التكوين ان شاء الله تعالى عاد غناخذوا كاع التدابير لانه شفنا بان النتائج الاوليه انتم كما شفتوا اليوم النتائج الاوليه مشجعه وكتفرح. ودونك لا محاله مع بالشراكه مع سيف انترناسيونال والمديريه ديال المركز التاهيل الفلاحي وكذا لونيفرسيتي دو بوربون ديال فرنسا ان شاء الله تعالى لا محاله نزيدوا القدم ان شاء الله بما انه النتائج بالنسبه للفونداسيون واش كطمح خاصه في التاهيل ديال المنطقه في الصحراء؟ هو حقيقه كاع البرامج كلها تتساهم في هذه الديناميكيه، خاصه انه تم اطلاق برامج عده ولا شك انكم حضرتوا القافله الفلاحيه اللي قامت في اواخر السنه الماضيه اللي كانت حقيقه عندها اقبال كبير واستفدوا منها 750 فلاح ومزارع وكذلك مربي الماشيه وخاصه الابل. كاين الحمله اللي تنظمات صالح المربين ديال الابل واللي تتشمل 100,000 راس ديال الابل حقيقه بادره طيبه. وكذلك دورات تكوينيه لصالح التعاونيات والجمعيات الى اخره في اطار داخل المنطقه. وحقا تشجعوا الشباب بصفه عامه على انهم يلقاو فرص ان شاء الله تعالى أستاذ كلمه اخيره بالنسبه لشي نصائح اللي تنصح الناس ديال الصحراء لانهم مازال مقبلين على هذه مثل التكوينات؟ حقيقه انا تنشجعهم بل اكثر من ذلك تنطلب منهم لانه اننا نفكروا في تكوينات خاصه بهذا المجال وكذلك انه ندعموها. هذا شيء جميل، ولكن الأجمل والافضل ان هاد الشباب ولا هاد الممثلين ديال الجمعيات اللي تستافدوا من هذا خصهم هما اللي يعطيو الاهميه الحقيقيه لانه في ارض الواقع ملي غيخرجوا لسوق الشغل حقيقه ولا ملي غيخلقوا راسهم مقاولات في هذا الشان هما يكونوا ممثلين ديال هاد التكوينات حقيقه، لانه بغينا انه التكوينات